السلام عليكم. انا اليوم جيت بغيت نهضر لكم على هذا البسكوي هذا. تيعجبني بزاف وما كاينش اللي ما تيعجب، يعني ما كاينش اللي ما كيعجبوش هذا البسكوي. فاللي كيعجبني يعني في هذا البسكوي هو ديك الطبقه الوسطانيه اللي كتكون بحال البونج وبلاتي نقسم، كتكون معلكه بحال لاستيك. هاد الطبقه هذه الوسطانيه ما كتقطعش خنقطع، خصنا نجربها بسناننا. المهم هاد الطبقه هذه الوسطانيه اللي كتكون بحال البونج ومعليكه، فهذه هي اللي غنهضروا عليها اليوم، وهي اللي غادي نوجدوا بها البسكوي ديالنا. يعني اليوم غادي نشوفوا هاد البسكوي هذا بنفس التعليكه، بنفس ديك الطبقه الوسطانيه وبطريقه سهله ونوجدوها في الدار، يعني بزربه. هذه هي المفاجاه ديال اليوم. نخليكم على فيديو. واول حاجه اللي غادي تشوفوا هي المقادير ديال العجين ديال البسكوي. غادي نحتاجو في المقادير 350 غرام ديال الدقيق، 2 ديال البيضات، 150 غرام ديال الزبده ديال الاكل، 150 غرام ديال سكر كلاصي مغربل وفاني. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الكاكاو المر اللي غادي نزيدو في الاخير. غادي نقسم نص ديال الكميه تبقى فاني، والنص الثاني غادي نزيد فيه معلقه كبيره ديال الكاكاو. نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالزبده والسكر بلاصي. ملي كنخدموها بحال هكا الزبده مع السكر بلاصي، غادي نزيد البيض. غادي نبدا نزيد دابا الدقيق شويه بشويه. القطيره راه كافيه. من الاحسن انك تستعملي الروح ديال الفاني هكا قطيره من هذا، اولا تستعملي فاني بودر، ما تستعمليش الحبيبات، يعني بحال السميد، حيت كلشي دايرين حنايا غير الدقيق السكر بلاصي الزبده، يعني ما دايرين شي حاجه كيف ما شفتوا. فضروري يا اما يكون حتى هو بودر ولا بحال هكا نقطع يعني الروح. هذه العجين بعد ما كنجمعوها كتكون مرطبه حيت فيها غير الزبده. غادي نقسمها دابا على جوج. هذا الجزء هذا غنخليه يبرد شي شويه في الثلاجه. بما خلط الجزء الثاني غادي نزيد عليه هذيك المعلقه ديال الكاكاو. العجين ديالنا كتولي بحال هكا. كنرشو الدقيق، كنسرحوها بيدك، وغادي نقطعوها بالمرشم اللي بغينا. انا اختاريت هذا المرشم هكا داير. كنستفو في اللاطه اللي غتدخل في الريم، وانا غير اختياري بغيت نسكي بحال هكا باش يجي بحال البسكويت ديال السمكه بحال هكا بالفرشاط، غير اختياري. غادي ناخذ البيضه، العجينه البيضه غادي نسرحها هنايا، وغادي نرشمها بهاد المدلك هكا. ونعاود نقطعها بنفس المقطع داير. كيجي هكا البسكويت كنحطوها في اللاطه اللي غتدخل في الريم، ندهنو شويه ديال الزيت.
الصابلي ديالنا من بعد ما كيطيب خصو يبقى في هذا اللون هذا، يبقى ابيض ما يتحمرش بحال هكا، كيبقى بحال هكا ابيض. فدابا غادي ندوزو للحشوه. شنو غادي نحتاجو للحشوه؟ غادي نحتاجو المارشميلو. هاد المارشميلو كيتباع يعني موجود في المحلات التجاريه، هكا تلقايه موجود ورخيص يعني ما غاليش. كيكون في الاشكال وفي الالوان يعني. غادي ناخدو اللاطه اللي غتدخل الفران، ناخدو هاد المارشميلو نقسموها من النص، غادي نحطوها هنايا في الوسط هكا، وغنحطو عليها البسكويه من الفوق ونردوها. الفران يكون سخون. الفران ملي كيكون سخون غادي تذوب هاد المارشميلو وغادي تشد القياس، يعني غتشد الدوره ديال البسكوي. حنا كنجبدوها ملي كتبدا كتذوب، نجبدو اللاطه من الفران ونضغطو عليها غير شويه تاخد هذاك القياس ديال البسكوي، صافي نخليوها تتبرد. غادي نديرو لها هكا وغادي نفس الطريقه وهكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوني في التعليقات ديالكم. التعليقات كامله كتوصلني وكنقراها وتنجاوب عليها. واللي مشترك معايا في القناه مرحبا به، ويدعمني ويزيد يدعمني، واللي مازال ما تشاركش يتشارك باش يبقى يوصلو ديما جديد ديال فاطمه زهره. ونتلاقاو الحلقه الماجيه ان شاء الله. بسلامه.